تحب تستقبل معك صديقتها نورهان. صباح الورد. صباح الخير. عارفين أكثر بروحك؟ اسمي نورهان بنت منصور بن مسعود، تلميذ بإعدادية العوانة دوس. يعطيك الصحة. شكون اللي معك؟ بابا. باي. صباح الورد. صباح النور. عرفنا أكثر بروحك؟ اسمي مسرور بن مسعود. باي. شنو كان دورك ودور العائلة كل في ترغيب الطفل على المطالعة؟ ديما نساندوا فاني وامها على قرايتها وعلى كل شيء، نعطي الشكر لامها اكثر، ديما معونتها اللي هي اسمها والمطالعة خصيصا شكون كان السبب في اللي هي؟ كان امها تشجع فيها ديما تشجع فيها على قرايتها، واقفة معها اخواتها كل معناتها. عندي الطفلة الكبيرة متخرجة هي فرماتيك، والاخرى تو تقرا تو حقوق، والاخرى ابتدائي، وليها التدريب في الليسي. جميل جدا. نشكر جميل الاعتراف بدور الام في الإحاطة بالناس. نشكرها. لا نشكرها على الوقفة على بنويتها. يعطيك الصحة. باهي سمحي، كيفاش حبيت المطالعة وكيفاش وصلتي باش تقري كتاب وحبيتي القراءة؟ من صغري كنت نحب ياسر القراية، كانت أمي وباباي ديما يشجعوني، والقراية هي دائما هي اللي تخرجنا من خندق الجهل، كانت أحلى حاجة. وكنت نحب ديما نتعرف عن قصص، ونحب نعيش ديما المغامرات في القصص. جميل جدا. انت قريتي مجموعه كبيره كذلك من العناوين كيف زميلتك وكل اللي شاركوا تقريبا كلهم قراوا مجموعه مهمه جدا من العناوين اللي تجدر اللي مهمه الاشاره لها، واللي هم باش يحكوا هنا بطريقتهم. زاده اهم العناوين اللي قراتها هم الخيميائي، انت تستطيع، طريق النور، الخندق العميق، وعديد من العناوين الاخرى. شنو اخترتي اليوم باش تلخصينا من العناوين هذه؟ أنت تستطيع. تفضلي. أنت تستطيع للكاتب أحمد العربي. الفكرة العامة: أهمية التشجيع والدعم النفسي في تحويل الفشل إلى نجاح، وكيف يمكن للثقة بالنفس أن تصنع المستحيل. جميل. شو تعلمتي منها القصيدة؟ تعلمت أن دائما إن الثقة في نفسك هي تحول لك أي مستحيل، تصنع المستحيل بنفسك وقادر على كل شيء. معنى بالنسبة لك في العمر هذا تؤمني بأن راهو قادرين نحققوا كل شيء مدام حنا نجم. نعم. جميل. تحبي تلخصين كتاب اخر؟ تفضلي راي سمح كما تحبي انت. انتم اللي تختاروا الكتب اللي تحبوا تلخصوا هنا. ندم متاخر، الكاتب محمد العريفي. الفكره العامه: تدور القصه حول الشاب يدعى خالد، بدأ يتذمر من نصائح والديه الفقير ويرفض طاعته، متأثرا برفقته السوء، لينتهي به الأمر وحيدا ونادما بعد فوات الأوان. جميل. هذه زادة شنو تعلمتي منها؟ تعلمت من أن البر الوالدين، ودائما علينا أن نعتني بوالدينا لأنهم هم قد فنوا أعمارهم في تربيتنا وقصة. جميل. يعطيك الصحة. شنو أثر المطالعة على دراستك، على حياتك، على تكوين شخصيتك عموما؟ أثر المطالعة كانت تقدمني في التفكير وكيف أتعامل، ودائما الشخص المتثقف يكون معاملته مع الأشخاص مختلفة. تحسي اللي فما تحسي روحك قادر تقنعي أطفال آخرين اللي هم نعم يقرأ كتب يرغب على المطالعة؟ نعم. شو وتوصل الثقة بالشخصية؟ نعم. أختها أكبر منها بشوي تقنع فيها تجيبها أقري. صارت عندها تجربة حية الإقناع في الدار. عندها أختها أكبر منها. تقنع فيها تقول لها هاي نحضروا، هاي في نعمل درس، هاي نعمل مطالعة. والأخرى تقعد خلي بعد خلي تنزل عليها بشوي لين تجي عمها تولي تقرا. في الآخر قنعتها يعني. معناه في الآخر قنعتها جابتها الاثنين. تجيب كرسي وطاولة تقعد تقرا عليها. جميل جدا. هذه أختها اللي أكبر منها. وهذا كل لاحظت اللي فم القراءة بدلت قدموا شوي الميكرو ساعة. لاحظت اللي القراءة أثرت على شخصية البنية، بدلت فيها. والله هي ما قدم تقرا، ما ديما تقرا، ما تبدل فيها شيء. كي تقرا كي معاملتها مع القرايه كي معاملتها معنا احنا ما تتغير فيها شيء. قاعده نفس الاسلوب، اسلوبها طيب. حتى تولي تقرا تقولها برجي لك الشربة تموت، ما تقولكش لا هذه نقرا ولا بعد نرجع ولا حاجه، لا تحط المسطره على مطيعه يعني. من بعد ترجع تعاود تمشي تجيب لك شربة 100 تمشي لك حتى الحنوت. حسيتك تختبر فيها ساعات. تحط المسطره على الحرف هذاك وتمشي تاخذ لك مسطره وتعاود ترجع تقرا، ما تقولكش لا اصلا. يعطيك الصحة. شكرا ليك. إذا تحب تقول حاجة للآباء اللي يسمعوا فيك ولا أنت أعطيني مثال؟ نشكر القيم العام بتاع المعهد بتاع دوس اللي هو نور الدين كريم، ومدرسة القلعة الإعدادية بتاع القلعة. أي هاني جيتك صح. أي يعطيك الصحة. باهي. أي تفضلي سمحة. أتقدم بخالص الشكر. أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى السيد نور الدين كريم الذي رافقنا في كل مراحلنا ودعمهن بي، وأشكر السيدة سامية
بالحاج مديرة الإعدادية القلعة التي هي كانت سبب في هذا الحدث لتظاهرة نقرأ ميكيتين. جميل. كيفاش أصدقاء أنت كيفاش علاقتكم بعضكم؟ احكي لي. جميلة وكأننا أخوة. أنتوا عرفتكم مطالعة وأنتم جيرين ولا كيفاش؟ لا أعرف، القراية عرفتنا. القراية، ومن بعد بدأت علاقات عائلية وتجوا مع بعضكم. أصدقاء. شنو أكثر حاجة خليك تكون فرحانة بصداقتك به؟ هي كان ديما نشجع في بعضنا على الدراسة. أما شفتوا كيفاش المطالعة تعلم صغارنا حتى كيفاش يختاروا أصحابهم، يولي معيار اختيار أصدقاء هو الدراسة والمطالعة. مو هيك توافقيني يا آيات؟ كيف بالنسبة ليك؟ باهي، عندكم حاجة مع بعضكم هيك باش تقدموها؟ باهي تفضلوا. واي. ولا ننسى جميل الشخص الذي رافقنا في رحلتنا الطويلة ودعمنا في كل خطوة خطوناها، فنزيد في نقدم له بالتقدير والامتنان وكامل الشكر السيد نبيل نور الدين الكريم، فنهدي إليه نار العلم في قلوبنا وعلى دعمه المستمر حتى وصلنا إلى هذا النجاح، السيد عيدية عويطي والسيد علي بخيس. يعطيكم الصحة. ونشكر مديرة السيدة سامية بالحاج مديرة يعطيها الصحة. جميل جدا. شوفوا معناها انتم الفقرة كتبتوا مع بعضكم؟ باهي، معناها قعدتوا وتفهمتوا باش نمشوا الحصة باش نقدموا هدايا مع بعضنا. فيكم صح. هل خططتي شنو تحبي تولي في المستقبل ولا مازلتي تخمي كيما؟ نعم. شنو؟ نصبح طبيبة قلب. علاش قلب بالذات؟ نحب الإنسان، نحب نصير طبيبة، نحب نشفي أي شخص مريض. يعطيك الصحة. كردوك باش تحكي بنحب نشفي، تحسها من الأعماق. تفضل. عندي بكري عملت شكر وعندي واحدة نفسها هو باللونجلي نجم نقرأ. هو باهي تفضل، مش نجمش نقول لك لا تفضل. I would like to express my أي ميكرو يسمح الميكرو. أي I would like to express my sincere gratitude to Gul'a Preparatory School, especially to its principal, Mrs. Samia Bilhaj, for organizing this competition. I would also like to extend my helpful thanks to Al-Awina Preparatory School for giving us the opportunity to participate in this event. Finally, I would like to express my deep appreciation to my parents, which instilled in me a love of reading from a very young age. يعطيك الصحة برهو. شكرا لكم. عندك إضافة أخرى؟ تفضل. نحكي على التظاهرة ونشكر. باهي تفضلي. أقف اليوم لأحدثكم عن تظاهرة لنقرأ 100 كتاب، وتلك الرحلة الاستثنائية التي لم تكن مجرد تحدي لقلب الصفحات، بل كانت سفرا ممتعا بين العقول وغوصا في البحار الفكري، حيث عشنا بين سطورها مئات الحياة والحياة، ونمت عقولنا واتسعت آفاقنا لنرى العالم بعيون أكثر وعيا ونضجا. وإنني أعتز لهذا الإنجاز. أتوجه بعبارات الشكر والتقدير إلى سيدة مديرة الإعدادية بالقلعة، وإلى إعدادية العوينة بدوز، وخاصة السيد الفاضل نور الدين كرير على دعمه النبيل. أما مسك الختام فأهديه إلى من نبت في طهر قلوبنا أمي الغالية وأبي العزيز، شكرا لأنكما كنتما الجناحين اللذين حلقتم بها في السماء هذا النجاح، فلولا فيض حنانكم ودعواتكم الصامتة لما خطوت خطوة واحدة. وأخيرا الحمد لله والشكر لله الذي بنعمته تمت الصالحات، والشكر لله مالئ السماوات والأرض عليه توفيقه وفضله. يعطيك الصحة. يسمح مرحبا بكم. شكرا لمدام سامية بالحاج. وهني نوصل نهاية مشوارنا معكم من صباح الخير يا قبلي. أكيد طقسنا باش توصل فيه